جيتكم بوصفة مملحات مقليين يجوا خفاف ظراف وسهلين في نفس الوقت. يلا نحضرهم كيف. للعجينة نسحق نص كاس تاع حليب بيكون دافي، بيضة، 4 مغارف كبار تاع الزيت، نص مغرف كبيرة تاع خميرة، نص مغرف كبيرة تاع سكر، شوية ملح، ونطموها بالفرينة مع نص كيس تاع خميرة حلويات حتى تولي عجينة. ندلكوها حوالي 4 دقائق ونقسموها إلى 10 كريات ونخليها تخمر حوالي نص ساعة ونرجعوا ليها. ونروح نوجدوا الحشو. عندي بصلة ريحتها مع شوية زيتون، خليتها تقلى شويه، بعد ضفت الحبه زروديه مسكفجه، بعد ضفت نص تاع الدجاج رحيته، وضفت توابل، شويه كركم، شويه فلفل، شويه توابل دجاج، ما ضفت على موطاد. ومن بعد كي طابو ضفت الفرماج ويكون واجد. نطفو عليه ونخلوه يبرد ونروح العجينه بعد ما خمرت. نحلو كريات رقيق ونضيفوا الحشو في الوسط. انا كان عندي راس طوماط، ومن بعد ضفت الحشو اللي وجدناه من الفوق، بدات الفرماج وسكرت عليه بهذه الطريقه. نخلوهم يخمروا شويه، وبعد في الفرينه، ومن بعد البيض، بعد لا شابلور، ومن بعد قليتهم في الزيت سخونه على نار هاديه. السر باه يطيبوا لكم مليح لازم تكون النار قليله باه يطيبوا مليح من الداخل. نقطروهم نحطوهم فوق بابي. ونكون وجدنا ابن مملحات. ما يقول لكم غير جربوها وبصحتكم. مع السلامه مع وصفه اخرى.